صفر صفر سيبي بقى بعد المدور بتاع النهارده حضرتك المره في الاعلام الرقمي ده تطبيق المفروض للسكشن الاولاني اللي هو كان المرأة في الاعلام الرقمي وده عملناه من شهرين. الفكره في الموضوع كله ان المره اللي فاتت السبيتشز كانوا 20 واحده في مختلف المجالات، وكان المفروض من المؤتمر ان ظل التكنولوجيا العاليه المفروض ان احنا كنا قلنا في ظل الاعلام الرقمي والرقمنه والناس التكنولوجيا العاليه اللي كانت موجوده والسمارت فون، فاحنا كنا بنتكلم عن دور المراه هي كانت ايه والتكنولوجيا عملت فيها ايه والاب تضيف ليها في الاعلام الرقمي بقت ايه وايه الايجابيات وايه السلبيات اللي هي قابلتها في حياتها. انما برضه في الاخر في نهايه المؤتمر وفي الخلاصه لقينا ان الموضوع برضه بيقلب في الاخر انه كان المؤتمر عباره عن مناقشه للمراه والرجل وحقوق المراه. ومع ان السبيتش كانوا 20 واحده ست عدد، انا طبعا الراجل وست رجاله، انما انا عشان كنت رئيس المؤتمر واتكلمت فيه فكانت الخلاصه كلها ان لا برضه القضيه ما كانتش قضيه الست وكانت ايه؟ احنا طول عمرنا قلنا ان الست دي امي واختي ومراتي وبنتي واحنا هنا من ست وهنعيش ست واللي ربنا وعدنا ست. انما المقصود من المؤتمر هي الايجابيات والسلبيات اللي بتقابلها المراه في ظل التكنولوجيا الحديثه. ده اللي كان مقصود من المؤتمر. ده اللي خلى ان الموضوع كله في الاخر بيقلب لموضوع المراه، وان احنا مش بندور على المراه خدت طاقه ولا ما ادتش طاقه. لان كل واحد فينا في نفسه كراجل او ست هو كينونه، وكل واحد كيس في نفسه، يعني قضيه مع نفسه، ما فيش حد فينا شبه التاني. مفيش ربنا سبحانه وتعالى ما خلقش واحد زي التاني. فالقضيه برضه بترجع ان انا ما اقدرش عشان انا قاعد في مؤتمر وهتكلم عن المراه ان انا اطبل للمراه او اجيب على حقوق واقول ان الست رئيسها حقوق والرئيسه واجبات. انما لا، احنا كل واحد فينا لو رضي باللي ربنا سبحانه وتعالى قسمه ليه في حياته سواء كان ست او كان راجل فهو هينال الرضا. لان الدنيا ما فيهاش حاجه، ولقد خلقنا الانسان في كبد، فاحنا طول ما احنا عايشين كل واحد على حسب مستواه وعلى حسب البيئه بتاعته هيقابل ظروف وتحديات ومعوقات بتقابله في حياته. الراجل هنا مش معنى راجل بس، الراجل او الست هو اللي بيقدر يتكيف نفسه على الظروف المحيطه بيه بحيث ان هو يسعد نفسه بنفسه ويدور على الرضا. ولذلك لو شغلت الفيديو بتاع التوجيه بتاعنا، لا الفيديو بتاع المؤتمر اللي فات خلاص مش مهم. المؤتمر اللي فات كان 20 واحده ست، انا عملت لحضراتكم منهم واحده بس النهارده جت بعد شهرين. المغزى من وجودها انها هتقول لحضراتكم ان هي بس في خلال شهرين، ومع انها واحده ست الا ما شاء الله وفي ظل التحديات وفي الصعوبات لما كل تاني واحد يسيب ويلعب في الدنيا اللي هي ما شاء الله ما شاء الله في الشهرين اللي فاتوا حققت انجازات كتيره ما شاء الله عليها وربنا يزيدها قدام. اذا العمليه مش عمليه انا، العمليه عمليه انا فين وبعمل ايه وعايز اعمل ايه، العمليه كلها عمليه نفسيه. انا هاجل السبيتش بتاعتي عن المراه في الاعلام الرقمي للاخر، انما دي كانت المقدمه وقبل ما كنت طولت عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا سيادة الدكتور على هذه الكلمات التي خرجت من القلب ووصلت إلى القلب. أهلا وسهلا بكم جميعا كل باسمه وبلقبه. وأرى الآن أن الحضور يعني كلهم قامات، فأنا هسكن يمين ولا يمين. النهارده هو المؤتمر رقم 256 الذي أقدمه، والمؤتمر رقم 20 مع الدكتور رأفت الهو. عايز أقول لك دكتور رأفت الكلمات اللي هو قالها إن قوارف كلامك قد وصل وما فيه قد علم وفيه جوهر الكلمات وأنا أصفه بما هو آت، كلامك يزيدني بالدر أو بالجوهر فوجدت فيه رسالة مزجت بزوج السكان. على فكرة أنا شايف اللي سقف واللي ما سقفش ما تديلوش شيء. بهزر معاك سيادة اللواء. الآن أستدعي قامة وقيمة. قامة وقيمة.
السيد اللواء أحمد عيسى مساعد وزير الداخلية، رئيس الاتحاد المصري للمجالس الشعبية المحلية ورئيس المؤتمر، يتفضل سيادته مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم رب العالمين، وصلاة وسلاما لإمام المرسلين. سر الحضور رموز وقامات العمل العام بجمهورية أسر الحضور رموز وقامات العمل العام والظهير الشعبي للدولة المصرية ومؤسساتها في قضاياها الوطنية المعاصرة. المنصة الكريمة، بداية برحب بالحضور، ومؤتمرنا بيتزامن مع مناسبة عظيمة جليلة علينا جميعا، وهو العيد الشرطة رقم 71 التي قدمت فيه الشرطة المصرية تضحيات بالروح والدم في سبيل الاستقرار والسلام. وأدعو حضراتكم للوقوف دقيقة حوار على شهدائنا الأبرار. تفضلوا. المؤتمر اليوم في مجمله بيدور او بيتضمن في اساسياته دور المرأة الفعال في المجتمع المصري، والدور او دور الدولة في تأسيس وتعميق دورها الوطني في جميع المجالات. واعتقد ان المرأة بصفة عامة لاقت في هذا الوقت دعما ومساندة ومشاركة من القيادة السياسية ومؤسسات الدولة، وأصبحت شريك أساسي في البناء والتنمية من أجل التطور ومن أجل متطلبات العصر الحالي. ومؤتمرنا هو بيتمحور حول المرأة كعنصر أساسي في البناء والتنمية. المرأة والإعلام الرقمي ده بيؤكد لنا إن إحنا في مصر الجمهورية الجديدة بنسعى جاهدين لأن نستوعب مستحدثات العصر ومستجداته، وأن نكون على دراية كاملة بكل متطلباته، وأن نسير في ركب الحضارة السريعة اللي احنا لابد أن يعني نحدد أولوياتنا ونحدد أهدافنا ونحدد أدواتنا. المرأة بصفة عامة قلنا عنصر أساسي لا غنى عنه في المشاركة الوطنية وفي جميع المجالات. الإعلام الرقمي النهارده بقى دور أساسي في مؤسسات الدولة من حيث الأداء ومن حيث التنفيذ، وعندنا القدرة كشعب كشرائح مجتمع منهم المرأة أساسا إنها تستوعب تلك التطورات وأن تقوم بدور توعية لكي تحقق تقدما ملموسا نلحظه للدولة المصرية الحالية. شكرا للقيادة السياسية والمشير عبد الفتاح السيسي على تبنيه هذا التحديث وهذا التطوير وهذا البناء في لرقي مصر الحضارة، مصر التاريخ، مصر المساجد والكنائس والمعابد، مصر أم الدنيا، وتحيا مصر عزيزة أبية حاضرة. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا جزيلا لحضرتك.
أسأل الآن إلى المنصة معالي السفير دكتور منصور القاضي. دكتور منصور رئيس المجلس العربي للمثقفين والأكاديميين السلام والتنمية، نائب رئيس المؤتمر، وأنا شخصيا أحبه حبا تاما لأنه قمة التواضع والتألق. بإذن الله أتركه مع حضراتكم في هذه الكلمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخ رئيس المؤتمر، السادة السيدات، الحضور جميعا من سفراء وأكاديميين ومثقفين ودكاترة ومستشارين، أرحب بكم أجمل ترحيب في يومنا هذا المجيد، يوما سوف يكتبه التاريخ في مؤتمرات التي يديمها الأخ الدكتور الطياب وأخذ القول رئيس المؤتمر، وكذلك الأخ سعد فلوة، أحمد عيسى مساعد وزير الداخلية رئيس المؤتمر. هذا المؤتمرات النموذجية الرائعة التي تهتم بعنصر في المجتمع وبأهم شريحة في المجتمع، وهي النصف الآخر للرجل، هي المرأة. المرأة هي الأخت وهي الزوجة وهي البنت وهي المربية للأجيال. طبعا في مؤتمرنا في المرأة والإعلام الرقمي، الإعلام هو أهم عنصر يوضح للجميع كيف يكون هذه المجتمعات. طبعا الإعلام الرقمي هو عنصر جيد وممتاز وخدمة تكنولوجية حديثة استطاعت أن تحدث ثورة معلوماتية يعني وثورة علمية ومعرفة وتسهيلات كثير من الحقائق التي يجب أن يعرفها الجميع. ولذلك الإعلام الرقمي هو استبدل بالإعلام الورقي، طبعا بسرعته ووسائله المختلفة مثل الصحافة الرقمية، الخرائط الرقمية، المنتديات الرقمية. كثير من مجالات الحياة الآن أصبحت في الجانب الرقمي. فهذا المؤتمر بإذن الله تعالى سوف يخرج بمخرجات وتوصيات عظيمة إن شاء الله يستفيد منها المجتمع ويستفيد منها الجميع. نحيي جمهورية مصر العربية ونرفع تحياتنا للقيادة السياسية فخامة الأخ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أولى جهوده في هذا الجانب ويهتم بالعنصر الرئيسي المرأة. فعلا هناك في حقوق المرأة في جمهورية مصر تعتبر من الأولوية، وهذه ما أعطتها القيادة السياسية. وأيضا مصر هي الحاضنة العربية وجمهورية مصر هي الحضارة والتاريخ وأرض الكنانة. فشكرا مصر وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. السلام عليكم.